هاي من اتكلمت عن فاقد الموسى وانه هو شخص عدائي، انا ما اتكلم عن شخص بدون بينة وبشي واضح وضوح الشمس. وكلنا نحب الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، لكن ما يصير تزايد لحد الكفر. تعالوا خلنا نسمع فاقد الموسى وشان يوصف الإمام علي عليه السلام، اللي هو إنسان يوصف بأنه هو يميت ويحيي والعياذ بالله. اسمع. وكذلك وصفه قاب قوسين أو أدنى، اللي هو بالآية المقصود بها جبريل. هم حرف قرآن وهم وصف علي بن أبي طالب بأنه يحيي ويميت. يا موت ويلتحيني، يا موت ويلتحيني، يا موت ويلتحيني، يا من قاب القوسين. فأعتقد الكل سمع كلامه شلون وصف الإمام علي ووصف جبريل، اللي هي بالآية مقصود دنو جبريل من النبي، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني شديد القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاي وين يعني من سماء الله سبحانه وتعالى لحد قربه من النبي، فانت شلون مرغمها على علي بن ابي طالب عليه السلام؟ الى متى الكفر والغلو؟ مع الاسف، ومع الاسف على الناس اللي تستمع لك وراضية. قلت لك احنا نحب الائمة عليهم السلام، بس لا توصل للكفر والمزايدة، لان هذا يوديك للشرك بالله. واللي ما يعرف شنو الشرك بالله، الشرك بالله يعني انت تعرف الله موجود وتتوسل بغيره. مثل سلام الله على فاطمة الزهراء، يا فاطمة رزقيني، مع العلم انت اذا تنظر فاطمة مو رزاقة اصلا، وانما هي وسيلة تقدر تاخذ من عندها تعاليم الدين، ليس الا. سلام الله عليها.